السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل أكلة جميلة جدا، أكلة شعبية ولذيذة. ايه رأيكم؟ هنعمل النهاردة طاجن مكرونة باللحمة وطاجن مكرونة بالفراخ، لذيذ جدا وبسيط خالص وما خدش مننا أي وقت. يلا بينا يا حبايب قلبي ندخل الفيديو ونشوف احنا عملنا الحلاوة والجمال دي ازاي. بس اذا عجبكم الفيديو لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا ندخل الفيديو. ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهارده هنعمل مع بعض اكله جميله جدا ولذيذه خالص. هنعمل مع بعض اكله شعبيه جدا جدا. هنعمل مع بعض ايه؟ الطواجن. طاجن بقى مكرونه باللحمه المفرومه تحفه، وطاجن كمان بالفراخ لذيذ جدا. يلا يا حبايبي ندخل في الفيديو بقى على طول ونشوف احنا هنعمل الطواجن ازاي. معايا في البدايه كده معايا حله وحاطه فيها ميه وملح علشان خاطر انا هسلق المكرونه نص سلقه. انا في الطواجن بحب اسلق المكرونه بتاعتي نص سلقه، ما بحبش احطها نيه خالص، ما بتظبطش معايا الصراحه. وهنا معايا الطاسه، هبدا بقى ايه؟ اعصج اللحمه واعصج الفراخ. احط ايه؟ احط معلقه سمنه حلوه كده، ومعايا بصلايه كبيره، شوح البصلايه كده الاول، يعني ايه يعني اخليها تتدبل شويه ايه صغيرين. كده البصلايه اتدبلت معايا شويه، هنزل عليها بربع كيلو من اللحمه المفرومه. شايفين يا حبايبي؟ قلبت اللحمه كده مع البصل. هعمل ايه؟ معايا شويه فلفل الوان صغيرين كده يدوا طعم للطاجن بتاعنا، يدي طعم جميل جدا. شويه صغيرين. هعمل ايه؟ احط بقى البهارات بتاعتي، معلقه صغيره كده من الكمون، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ونص معلقه كزبره تدي ريحه حلوه قوي، ومعايا نص معلقه من الثوم، ومش هحط ملح خالص اما اللحمه تستوي. هي كده كده اللحمه المتعصجه ما بتاخدش وقت على النار. اللحمه استوت كده، وحطيت معلقه صغيره من الملح ظبطتها. فضيت اللحمه، وفي نفس الطاسه هعمل ايه؟ هعصج الفراخ. معلقه سمنه كده حلوه، واحط بصلايه، اتدبلت البصلايه كده معايا، هنزل عليها بالفراخ. معايا ربع كيلو برضو من صدور الفراخ، عايزه انت تكتري كتري، حاجه ترجع. هعمل ايه؟ احط ايه؟ ربع معلقه فلفل اسمر،
ومعلقه صغيره من الكزبره، ومعلقه صغيره من الكمون، واقلب كده البهارات والفراخ والبصل. احط نص معلقه توم، خلي طعم حلو كده وريحه حلوه. نص معلقه توم، هحط كده بقى ايه شويه فلفل الوان، برضو شويه صغيرين، يدي طعم وشكل حلو في الشاورما. شويه صغيرين خالص، مش هكتر. كده هسقط المكرونه، معايا كيلو من المكرونه. هقلبها كده هتستوي نص سوا، وبعد كده هروح شايلاها ومصفياها وشطفاها بشويه ميه ايه نضاف. الصلصه بتاعت المكرونه او الطواجن بالثوم، معلقه كده من الثوم، معلقه كبيره. هحط البهارات بتاعتي دلوقتي علشان خاطر بتدي طعم حلو قوي في الصلصه. معايا معلقه من هحط معلقه من الشطه، وحطيت نص معلقه فلفل اسمر. اقلب بقى، يبقى البهارات اللي انا حطيتها على الثوم شطه وفلفل اسمر وكزبره وكمون. اقلب التومه كده كويس في الزيت ومع البهارات. معايا كيلو من الطماطم انا عصرته، انزل بقى ايه كده واقلب كده. احط معلقتين ملح، معلقتين صغيرين، واقلب واروح بقى ايه مغطيه على الصلصه بتاعتي علشان تستوي. هنبدا بقى يا حبايبي، كل حاجه جهزت عندنا. الصلصه استبكت واستوت، والمكرونه استلقت، وحشوه الفراخ واللحمه عصجناها. هنبدا بقى ايه نحط الحاجه بتاعتنا ديت في ايه في الطواجن. الاول خالص احط زيت بسيط خالص كده، دي خطوه مهمه. لازم تدهني الطاجن بتاعك زيت كده، وتعملي الجوانب كده والارضيه كده، الطاجن ده كمان. هعمل ايه، اخد معلقه صلصه احطها كده في الارضيه، ما كترش، ماشي. وهنا كمان
كده هعمل ايه؟ اجي هنا اجيب حشوة الفراخ وانزل كده افردها في الارضية، وافردها كده ايه في ارضية الطاجن زي ما انتم شايفين كده. واجي كمان طاجن اللحمة كده، طريقة سهلة والنتيجة بتبقى زي الفل. عايزاكي تجربيه بنفس الخطوات اللي احنا مشينا بيها، ان شاء الله يعجبك. يبقى انا كده ايه ظبطت الطواجن بتاعتي، حطيت اللحمه وحطيت الفراخ، اركنهم كده. اجي للمكرونه، هعمل ايه؟ هحط شويه من الصلصه اللي احنا سبكناها على المكرونه. كده واقلبها. الله بقى على الجمال، تحفه. كده قلبت كده الصلصه والمكرونه مع بعض. اجيب الطاجن بتاعي وانزل كده باللحمه، احاول بقى كده اظبط المكرونه في قلب الطاجن. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ تحفه تحفه تحفه. بالنسبه للطاجن ده كده خلص، اركنه كده على جنب واجيب الطاجن التاني وانزل كده بالمكرونه. الروايح مش قادره اقول لكم حبايب قلبي اللي بيتفرج معايا لغايه دلوقتي ومتابع معايا الفيديو لغايه دلوقتي. لو عجبكم يا حبايب قلبي الفيديو بتاعي، بالله عليكم تدعموني باللايك وبالشير وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من اكلاتي. كده كويس جدا. هعمل ايه؟ اروح جايبه بقى ايه معلقه صلصه كده. الله على الجمال. واجي هنا كمان كده مشغله الفرن بقى، مشغله الفرن بتاعي. ايه بقى اللي انا هعمله على الطاجن قبل ما احطه في الفرن؟ اروح مغطياه بورقه فويل واقفلها كويس كده. عندنا كل حاجه مستويه، اللحمه مستويه والمكرونه نص ايه سوا كده. واعمل الطاجن التاني ومشغله الفرن بتاعي زي ما انا قلت لكم. هدخل بقى الطواجن في الفرن، هتقعد من ربع ساعه لتلت ساعه، مش اكتر من كده. احطهم بقى في الفرن، واول ما اطلعهم من الفرن نغرفهم بقى واوريكم احلى طواجن عملناها مع بعض النهارده. ايه رايكم بقى كده في شكل الطواجن؟ تحفه. ده طاجن اللحمه وده طاجن الفراخ. ايه رايكم؟ شايفين المكرونه حلوه وجميله ومش معجنه؟ شايفين هنا شكل الطاجن وشكل المكرونه؟ ايه رايكم؟ تحفه. ممكن بقى تقدمي معاها كمان ايه شطه وصلصه. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يعجبكم. اذا عجبكم لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس
واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.